حاجات بلاش تعمليهم علشان حبيبك ما يزهقش منك. لو بتحب المحتوى ده دوس لايك ويلا بينا نبدا. اول حاجه بلاش ترني عليه وتبعتي له مسجات طول الوقت. لازم تحافظي على ذكاء المسافات، لان الراجل مننا بيحب البنت تكون واثقه من نفسها ومش معتمده عليه اعتماد كلي كمصدر لسعادتها. وغير كده لازم تسيبي له مساحه شخصيه علشان يحس ان هو مفتقدك. هيفتقدك ازاي وانت طول الوقت بتكلميه وطول الوقت قدامه؟ تاني حاجة لازم تكوني على طبيعتك ومش مصطنع. ممكن الشيطان يوزك ويقولك انت لازم تمثلي شخصية تانية عشان الشخصية دي هتعجبه قوي فهيتعلق بيكي اكتر. ولو افترضنا ان ده فعلا حصل هيبقى في خلال فترة صغيرة جدا. مستحيل تحافظي على نفس اصطناعك للشخصية طول الوقت. وهو فعلا ممكن يحبك ويتعلق بيكي بسبب شخصيتك الحقيقية اكتر من شخصيتك المصطنعة اللي انت فاكرة ان هي بتعجبه. وغير كده لو لا قدر الله سبتوا بعض هتلاقي نفسك انت خسرتي شخصيتك الحقيقية، بقيتي واحدة انت مش فاهماها. تالت حاجة اوعي تقولي له قد ايه ان هو جرحك وقد ايه ان هو تصرفاته بتضايقك جدا والموضوع بيأثر عليكي. ده بيعمل اوفرلود او ضغط كبير جدا عليه، فيبدأ يحس ان هو فعلا بيستنزف طاقتك وكل الحاجات دي. يمكن من اول مرة يعرف فعلا اخطائه ويعدلها، بس لو الموضوع اتكرر كتير كتير هيعتبر ان الموضوع خلاص بقى تعود، فهي كده كده مهما عملت مفيش حاجة ترضيها، فانا هفضل زي ما انا. فهو هيفضل يستفزك ويعمل تصرفات اللي بتضايقك، وانت هتفضلي بالمبالغه الشعوريه اللي عندك تحسي بالحزن والالم بسبب الحاجات اللي هو بيعملها، ويبقى الوضع كما هو عليه. ولو عايزين جزء تاني اكتبوا لي في الكومنتات. باي باي.